السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايبه لحمه اعملها طاجن في الفرن بالخضار. احط بسله وبطاطس وجزر، وهوريكم انا هعمله ازاي ويا رب يعجبكم. يلا بينا نبتدي. يا حبايبي انا جايبه لحمه هعملها بالخضار كده في طاجن في الفرن. اهي جايبه لحمه اهي غسلتها، اهي فتحتها وغسلتها، كنت حطها في الفريزر، فتحتها وغسلتها اهيت. هنحطها بقى في الطاجن. وجبنا بصلايه قشرناها وخرطناها، خرطناها حتت كده نحطها عليها. ومعانا القطه بتاعتنا، جبنا قطه غسلناها وفرمناها في الخلاط. هنحط بقى التوابل. نحط شويه كزبره وشويه فلفل اسود وشويه كمون. نقلبه كده على بعضه. نجيب ورقتين لورا، متنسونوش باللايك بقى يا حبايبي. مع ورقتين لورا. هنحط بقى الطاجن في الفرن يغلي، يعني اللحمه تاخد كده تشويحه في قلب الصلصه بتاعتها والبصلايه وتتشوح كده وتشرب منها. وبعدين بنحط الخضار عشان الخضار ما بياخدش سوا. مش هحط ملح دلوقتي، الملح هحطه اما اللحمه تقرب تستوي، يعني اما اجي احط الخضار اقوم حاطه الملح. هحط بقى الطاجن في الفرن واما يغلي واجي احط الخضار هبقى اوريكم. يا حبيبي الطاجن طلعناه اهوت، اللحمه قربت تستوي، يعني اللحمه كده نص سوا. هحط بقى عليها الخضار بتاعنا. انا جبت بطاطستين قشرتهم وهخرطهم كده حتت. وكان عندي بسله، كنت جايبه بسله مره عملتها وبقى شويه، قمت جايه شايلاهم وحطيتهم في الفريزر على شويه جزر. وهجيبهم برضو دلوقتي احطهم على اللحمه واحط عليهم البطاطس. يعني كنت جايبه 2 كيلو بسله، عملت كيلو وبقى كيلو. فصصته كده وقمت حطاه في الفريزر، حطيت عليه شويه جزر. وقلت برضو ايه لما اجي اعمل اكل في مره يبقوا ايه موجودين اعمله، عشان كنت جايبه كميه كبيره فكانت هتبقى كتير. بصلت بتاع ده بطاطستين اقشرهم واخرطهم كده واحطهم برضو عليهم. والطاجن بقى نحطه في الفرن يستوي برضو واوريهولكم. متنسونيش بقى باللايك والاشتراك كده واكتبوا لي كده في الكومنتات تقولوا لي ايه رايكم في الاكل اللي انا بعمله. وشاهدوا الفيديو يا جماعه، يا جماعه شاهدوا. يمكن انا بعمل حاجه مختلفه عنكم، يمكن انتوا بتعملوا حاجه مختلفه عني، فنتعلم من بعضنا، مش عيب ولا حرام يعني. وعملت جنبها رز. انا كنت عامله معاكم الرز اللي هو حبايه وحبايه ده، فانا عملت بقى الرز ما صورتوش، انا عملت حله رز كده جنب الطاجن. وانا بغرب برضه هبقى اوريهولكم يعني. خرطنا بقى البطاطس كده حتت صغيره كده زي البسله عشان تستوي مع البسله، حتت صغيره كده زي البسله والجزر عشان تستوي مع بعضها. اهي خلصتها، هاخدها بقى اغسلها. انا كنت مقشراها وغسلاها، بس خرطناها بقى نغسلها برضو تاني. اهي بقى بس دي هنخرطها وخلاص. ناخدها كده نغسلها ونفضي بقى والطاجن اهوت برضو، يعني اللحمه مستوتش قوي، يعني هي استوت نص سوا.
اما يستوي بقى نقوم مولعين الشوايه عليه احمر من فوق. خلصنا البطاطس بقى اغسلها. ودي البسله بتاعتنا اهي كنت مفرزاها وحطها في الفريزر، ونفرط عليها شويه جزر. طبعا الطاجن بتاعنا اهي. نحط بقى عليها البطاطس. نحط لها بقى الملح بتاعنا. احنا حطينا كل التوابل ما عدا الملح، هنحط بقى الملح دلوقتي. الملح، حطينا الملح اهوت. نقلبها بقى كلها كده، البسله مع الجزر مع اللحمه مع البطاطس. ناخد بقى الطاجن كده نحطه في الفرن. اما يستوي بقى بوريهولكم. يا حبايبي الطاجن طلعناه اهوت، طلعناه من الفرن اهو. وده الرز بقى، انا قلت لكم انا عامل رز بس مش هصوره، فرق كده واوريكم. اللحمه استوت خالص اهي، بصوا مستويه ازاي. وده بقى الطبق بتاعنا، ويا رب النهارده اكلنا يعجبكم. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الطاجن بتاعنا النهارده، بسله بالبطاطس بالجزر واللحمه. وقولوا لي ايه رايكم بقى النهارده، يا رب اكل النهارده يعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.